السلام عليكم، أهلا بكم في قناة تحليلاتكم. أول رد رسمي عن الاحتراف طبعا من وسام أبو علي ورحيله عن النادي الأهلي. التصريح ده والفيديو ده عن الرد الرسمي لوسام أبو علي والعروض اللي جاياله وفكرة رحيله عن النادي الأهلي. طبعا بعد التألق الكبير لوسام أبو علي من المباراة الأولى اللي ما توفقناش فيها للفوز على انتر ميامي في كأس العالم، والمباراة الأخيرة اللي سجل فيها 3 أهداف هاتريك وأصبح من اللعيبة المعدودة في العالم اللي هو يسجل هاتريك أو 3 أهداف في مباراة في فريق أوروبي مع بيليه البرازيل ومع أساطير كرة القدم. المهم وسام أبو علي طبعا سألوا مصدر مقرب من داخل النادي الأهلي يقول لكم عليه، يعني مش سر ولا حاجة، الكابتن أحمد شبير عن مصيره طبعا ورده الرسمي عن الرحيل عن النادي الأهلي وفكرة الاحتراف، وهل هو مصمم على الرحيل ولا الدنيا معاه إيزي. أولا قال له إيه يا كابتن؟ قال له يا كابتن أنا سعيد جدا مع النادي الأهلي ومرتاح جدا مع النادي الأهلي، ولكن فكرة الاحتراف لو جات لي من نادي كويس محترم ينفع ان انا اخد تجربه تكون ناجحه في اوروبا، انا طبعا ما عنديش اي مشكله، ولكن انا مبسوط مع النادي الاهلي. وليس فكره الاحتراف ان انا هطلع اي نادي وخلاص واسيب النادي الاهلي، لازم يكون نادي كبير ومحترم، مش فكره احتراف وخلاص. ده مبدئيا. لما سالوا بقى عن النواحي الماديه والمبلغ المالي والعقود مع النادي الاهلي، قالوا يا كابتن ما تسالنيش عن الجوانب الماليه مع النادي الاهلي. قال له انا باخد مرتبي وعقدي بانتظام مع النادي الاهلي دون ادنى مشاكل، فبالتالي ما تسالنيش عن النواحي الماديه. النادي الاهلي بيلعب في الحته دي او في النقطه دي بتاعه الماليات والعقود الماليه باحتراف، بشكل احترافي جدا جدا جدا، وانا مرتاح. اما بالنسبه طبعا للعروض اللي جايه لي، ففعلا بالفعل جايه لي عروض من انديه امريكيه، جايه لي عروض من انديه طبعا المانيه، وزي ما قلنا بروسيا دورتموند الالماني مستني رد وسام ابو علي طبعا، بس الرتوش الاخيره مع النادي بسبب ان يتفقوا على كافه العقود الماليه سواء للنادي او سواء لوسام ابو علي. ايضا الانديه الامريكيه يا جماعه والانديه الانجليزيه زي ما احنا قلنا في الخبر بتاع احتراف وسام ابو علي لاحد انديه انجلترا وبالتحديد تقريبا مانشستر سيتي، ما زالت في دراسه للعروض دي، والنادي الاهلي هو اللي هيحدد طبعا القيمه اللي تكون مناسبه لرحيل اللاعب. لكن انا مستمر مع النادي الاهلي، انا مرتاح جدا، انا ما عنديش اي فكره زي ما انتشر في الايام اللي فاتت ان انا مصمم على الرحيل اطلاقا. انا مش مصمم على الرحيل، انا افضل الرحيل في حال وجود عروض اوروبيه جاده وتكون تليق باسم النادي الاهلي طبعا، وتكون انديه كبيره بحيث ان انا اخد تجربه احتراف هتكون ناجحه مش مجرد احتراف والسلام. ده يا جماعه مختصر الرد الرسمي لوسام ابو علي عن العروض الاحتراف اللي جايه له بعد التألق الكبير في بطولة كأس العالم للأندية. وزي ما قلنا مباراته مع طبعا بورتو البرتغالي سجل فيها 3 أهداف هاتريك، ودلوقتي أصبح أصلا من هدافين البطولة في السنة دي. يعني للأسف النادي الأهلي كان عنده أكتر، كان عندنا فرصة ان احنا نفوز في مباراة انتر ميامي في اول جولة، كان عندنا فرصة ان احنا نفوز طبعا في مباراة بورتو الاخيرة، سجلنا 4 أهداف، تقدمنا 4 مرات. ايضا كان عندنا فرصة على بالميراس لو سجلنا ضربة الجزاء كنا فزنا. مباراة يا ربي انتر ميامي، يعني هي لو كنا فزنا في انتر ميامي وفوزنا او تعادلنا مع بورتو كنا صعدنا مستريح. يلا قدر الله ما شاء فعل. في النهاية ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على إشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناة تحليلاتكم، السلام عليكم.